أهلا بيكم. النهاردة في مطبخ ليليان هنعمل مع بعض كيكة ستاربكس الشهيرة، كيكة القهوة. وعلى فكرة الكيكة دي مفيهاش قهوة خالص، لكن طعمها بيمشي قوي مع القهوة. بتبقى فيها حشوة كده من القرفة، وعليها من فوق طبقة مقرمشة من السكر والقرفة، وبتدوب في البق، طعمها حكاية. هنبتدي نجهز مع بعض الكيكة. أول حاجة هنجهز الطبقة اللي هي بتبقى في النص، اللي هي حشوة الكيكة. حوالي 3/4 كوباية من السكر بني، تلت كوباية من الدقيق، ومعلقة ونص من القرفة. هنقلبهم مع بعض كويس، ولو في أي تكتلات كده من السكر البني نحاول نفتفتها كويس، وكده تبقى الحشوة بتاعتنا بقت جاهزة ونسيبها على جنب. طبعا القرفة هي الطعم الأساسي للكيكة بتاعتنا النهاردة. تاني خطوة هنبتدي نجهز المكون اللي هو الجزء اللي بيبقى مفتفت من فوق ومقرمش، عبارة عن كوباية من الدقيق، كوباية من السكر البني، معلقتين صغيرين من القرفة، ونص كوباية من الزبدة الطرية. هكتب لكم كل المكونات تحت الفيديو. هنبتدي نقلب الدقيق والسكر والقرفة مع الزبدة لغاية ما تبقى عاملة زي فتافيت مبلولة كده، زي رملة البحر، زي ما انتوا شايفين قوامها كده. وكده يبقى تاني خطوة خلصناها، اللي هي الطبقة اللي بتتحط من فوق. هنجهزها على جنب ونبتدي نجهز في الكيكة. أنا جبت صينية مقاس 9 إنش في 13 إنش، أو 23 في 33 سنتي. دهناها بالزبدة وحطينا عليها ورق الزبدة. وهي المكونات الكيكة بتاعتنا: معانا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، معانا كوباية ونص من السكر الأبيض، كوباية من الزبدة الطرية، معانا 3/4 كوباية من اللبن، كوباية من الزبادي، معانا كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، كيسين من الفانيليا، ورشة من الملح، ومعانا 3 كوبايات ونص من دقيق جميع الأغراض، دي طبعا منخول. أهم حاجة إن كل المكونات تبقى بدرجة حرارة المطبخ، دي مهمة قوي. حطينا أول حاجة الزبدة مع السكر، وهنبتدي نضربهم لغاية ما لونهم يفتح. وكل شوية كده بننزل الحاجات اللي لازقة في الجوانب علشان نتأكد ان السكر داب كويس، لغاية ما تبقى عاملة زي الكريمة الفاتحة كده. هنبتدي ننزل بالبيض مع الفانيليا، ونبتدي نكمل ضرب الخليط لغاية ما تفتحها اكتر وتعمل زي بالظبط اكنها كريمة. زي ما انتوا شايفين شكلها ولونها عامل ازاي، ده القوام بتاعها المظبوط. بعد كده هننزل باللبن بتاعنا كله. زي ما قلت لكم مهم جدا ان كل المكونات تبقى طالعه بره التلاجة، ما تبقاش فيه حاجه ساقعه وحاجه بدرجه حراره المطبخ، عشان العجينه بتاعتكم ما تفصلش. بعد ما اللبن بتاعنا اختلط مع خليط البيض والسكر والزبده، حطينا كوبايه الزبادي بتاعتنا. هتلاقوا خليط الكيك بتاعكم شكله بقى غريب كده شويه، عادي جدا. هنكمل، بس هنبتدي نحط المكونات الجافه بعد ما ننخلها مره تاني. انا حطيت البيكنج باودر والملح على الدقيق، وهنبتدي ننخله في المنخل قبل ما ننزله على الخليط بتاعنا. وبمجرد ما هنبتدي نخلط الدقيق معاهم، مش هنقلب كتير، يدوبك لغاية ما الدقيق يختفي علشان الكيكة بتاعتنا ما تنشفش. زي ما انتوا شايفين قوامها كريمي بس تقيل شوية. هناخد نص كمية العجينة ونحطها في الصينية بتاعتنا، نفرشها بسباتيولا كده. وبعد كده نحط الحشوة اللي احنا جهزناها من الدقيق والسكر البني والقرفة بمعلقة كده، نحطها فوق النص الأول من العجينة. عاوزة اقول لكم الكيكة دي من اول ما بتدخل الفرن ريحة البيت كله بتبقى قرفة، ريحتها بتبقى حلوة جدا، وبتحسسكم ان الكريسماس خلاص جه. بعد كده هنبتدي ننزل بالجزء التاني من العجينة، وحاولوا تحطوه حتت صغيرة كده جنب بعض، مش كله حتة واحدة، علشان يسهل عليكم ان انتوا تفردوها فوق النص الاول وخليط السكر والقرفة. وممكن بسباتيولا، بسكينة، بمعلقة، اي حاجة تسهل عليكم افردوها كويس. اخر حاجة هنحط التوبينج اللي احنا جهزناه، اللي هو بيبقى احلى حاجة في الكيكة كلها كده، نفرشه فوق الكيك بتاعنا. ونكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد في الفرن من 45 ل50 دقيقة علشان تستوي كلها. بعد 50 دقيقة انا اختبرتها بخلة من نص الكيكة بالظبط، الخلة بتطلع نضيفة كده، هي استوت. هنسيبها لغاية ما تبرد او حتى تبقى دافية، ونطلعها من الصينية بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين شكلها جميل. الطبقة اللي فوق دي بتبقى مقرمشة قوي. واي كيكة بنعملها بزبادي وزبدة وبيض بتبقى كيكة هشة كده وطرية خالص، بتحتفظ بالطراوة بتاعتها. زي ما انتوا شايفين لونها فاتح من جوه، والحشوة باينة فيها جميلة ومقرمشة من فوق، بتبقى كيكة حكاية. لو انتوا ما بتحبوش تفطروا الصبح، كفاية تاخدوا قطعة منها كده مع القهوة، بتبقى طعمها جميل جدا، بتليق قوي مع القهوة. وفرصة كمان الحقوا اعملوها قبل الصيام، لو لسه عندكم بيض ولبن في التلاجة وعايزين تخلصوه،
جربوا الوصفة دي وقولولي رأيكم، أشوفكم في وصفة تانية. Thank you.